من فترة كده وهم بجد محيريني قوي. ساعات كتير كنت بشوفهم جيل متنعكش كده ومحدش مالي عينه، وساعات تانية كنت بشوف منهم تصرفات بجد بتبهرني. عشان كده كان نفسي قوي أسمعهم، أقرب منهم، أدخل جوه دماغهم. النهاردة أنا هحاول أفهمهم صح، ونحاول كلنا، بس المهم نكون متفقين إن ده مش برنامج. ميران ممدوح. ازيك يا عبد الوهاب؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ كله كويس. واحد واحد بقى كده، عايزه اسالكم شويه اسئله كتير ومتفقين هتجاوبوا بصراحه، صح؟ صح. اوكي. عبد الوهاب، ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ يعني كشكلي ولا اكيد مش بتكلم على personality؟ الشكل. اكتر حاجه بتحبها في شكلك ايه يا عبد الوهاب؟ شكلي؟ اه انا بحب حاجه في عينيا، امم إن لما يبقى في شمس ايوه. بيبقى عليها اخضر. اوكي، انت كان نفسك عينك تطلع ملونه؟ لا بس هي لما يبقى في شمس بيبقى عليها شويه اخضر، فبيبقى اخضر مع لون عينيا. اوكي، ولو بقى. بنتكلم على الشخصيه، شخصيه؟ ايه اكتر حاجه بتحبها في شخصيتك؟ ممكن اني يعني بعمل حاجه من غير ما افكر، فدي بتديني ستوريز اقولها كتير حلوه قوي. ما فهمتش. اللي هو ايه؟ اللي هو ببقى عادي. ممكن قبل كده نطيت من البلكونه من الدور الاول. ايوه برضه مش فاهمه حاجه. اللي هو جه دماغي كده عايز انط من البلكونه فنطيت على طول. ايوه، ايه الحلو في ده؟ انا بسالك ايه اكتر حاجه بتحبها في شخصيتك؟ دي حاجه في شخصيتي انا يعني انت بتحبها اللي هي ايه بقى؟ اسمها ايه؟ يولو. يعني ماشي، يعني ما اعرفش اشرحها ازاي دي. ما اعرفش. You only live once. هايل، بدايه موفقه. كريم، ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ كشخصيا انا متسامح، بسامح الناس بسرعه. كده قوي. ماشي، انا متسامح بسرعه. وكشكلي شعري بس. ايه اكتر حاجه بتكرهها في نفسك يا كريم؟ بكرهها في نفسي ان انا لما بتعصب على واحد ما بعرفش اسيبه. يعني بقعد مش كنت بتسامح؟ ايوه بس لما بتعصب هبقى حاجه تانية. ماشي. بتعصب على واحد بقول حاجات مش قصدي يعني. عصبي يعني؟ بقول حاجات مش قصدي فهو يتضايق وما بعرفش اصالحه في الاخر وكده. اكتر حاجه بتكرهها في نفسك؟ اني ما بركزش قوي. ايه اكتر حاجه بتكرهها في كريم؟ اكتر حاجه بكرهها في كريم ايه؟ ممكن احيانا بيبقى تافه قوي. اكتر حاجه بتكرهها في كريم انه تافه؟ بيبقى احيانا اوكي. تافه قوي. اكتر حاجه بتكرهها في عبد الوهاب ايه؟ بياع. انا بياع. بياع؟ ما شاء الله، ايه الصحاب اللذيذه دي. تافه وبياع. طيب ماشي. ايه المواقف اللي هو باعك فيها؟ ما تزعلش مني. انا مش هزعل. ها قول. باعني عشان بنت. بيه بقى. اوه. الكلام ندل انت ده ولا ايه؟ انا مش موافق عليه. مش بتوافقوا عليه؟ مش موافق عليه، عمري ما بعت عشان بنت. امتى؟ طيب، موضوع باعك عشان واحده ده هنعرفه بس بعد ما اكمل مع كريم الاسئله. انت عندك كام اخوات؟ عندي 4. انت بتفكر في ايه؟ عشان 4. 4 اخوات غيرك يعني؟ انتوا 5؟ ما شاء اتنين. الله. وانت؟ 2. 2 غيرك. ايوه. اوكي، يعني لو اتحطيت في مشكله في الشارع ومصيبه ولازم تكلم حد، تكلم بابا ولا تكلم اخوك؟ كلام اخويا. اخوك. اوكي. انت بقى لو اتحطيت في مشكله في الشارع تكلم كريم ولا تكلم مين؟ لو اتحطيت في مشكله في الشارع حسب المشكله. خناقه. هكلم صحابي. ايوه. صحابك. ايوه. ايه نوعيه الخناقات اللي ممكن تتخانقها في الشارع تضطرك ان انت تجيب صحابك او الخناقه تكبر او يبقى فيها ضرب او كده؟ في الوقت دلوقتي يعني في الوقت اللي احنا فيه عادي ممكن اي 2 قاعدين زهقانين يرازوا في اي حد عشان يتخانقوا اي حاجه. يا سلام. ايوه. في الوقت حصل خناقه قبل كده بالمنظر ده؟ حصل كتير. ايوه. كريم، ايه نوعيه المشاكل اللي ممكن تحصل تخليكوا تتخانقوا في الشارع، زي من الاخر كده زي ما بنشوف في الشارع؟ هي الشتايم دي مبدئيا، الشتايم دي بتعصب في الاثنين. شتايم بالاهل، شتيمه ليه، شتيمه بتسخن في الاثنين في بعض. وممكن واحد صاحبك متخانق مع واحد فانتوا الاثنين تسخنوا عليه، مثلا تضربوه، تتلموا عليه كده. طيب ليه انا واخده بالي ان الجيل ده اغلبه بيشتم شتايم وحشه جدا؟ ليه؟ هو معظم الناس في الجيل ده مش ملاحظين هما بيشتموا قد ايه اصلا، يعني هم واخدينها كانها كلام عادي يعني. بس انت هو عارف ان هو مش كلام عادي، انا عارفه انه مش كلام عادي، عبد الوهاب عارف انه مش كلام عادي، بس برضه بتقولوه ليه؟ معرفش. اوكي، عندك اجابه يا عبد الوهاب؟ لا بصراحه السؤال ده اول مره انتوا بتقولوا شتايم؟ انا احيانا انتوا بتقولوا الفاظ؟ احيانا طبعا بتقولوا. وانت عارف انها بس مش الفاظ اللي هي طيب تقدروا تشتموا الشتايم دي في البيت؟ لا. لو بابا عرف يعمل فيك ايه؟ لا انا ما بشتمش، احترام البيت الصراحه. لو بابا عرف ان انت بتشتم كده هيعمل فيك ايه؟ حسب الشتيمه برضه.
حسب الشتيمه. أيوة. يعني هو ممكن يوافق ان انت تشتم في حاجات بسيطه لكن شتايم الفاظ لا. مثلا انا ماسك كوبايه قهوه وقعت على رجلي، طبيعي هشتم. ايه اللي طبقه يا حبيبي؟ ليه قهوه وقعت على رجلك؟ الكوبايه وقعت على رجلي، اقول بسم الله. لا امال تقول ايه؟ ما اعرفش بقى، بشتم الكوبايه. الحمد لله مثلا. الحمد لله ايه ورجلي بتتحرق، كوبايه قهوه. خلاص مش لازم نشتم، ما علينا ما علينا. ممكن تقولوا لي العقاب اللي بتتعاقبوه في البيت ايه؟ ايه العقاب؟ ايه نوع العقاب؟ هو انا عملت حاجه كبيره هتعاقب من التليفون والموبايل. التليفون وخروج، سوري. اوكي. بس لو حاجه صغيره خروج بس. عبد الوهاب. بابايا بيكلمني كده وبيفهمني غلطي وخلاص. اوكي. حد فيكم فكر قبل كده ان هو يهرب من البيت؟ انا فكرت؟ طيب واخدت ليه الاول؟ لا انا فكرت وبعدين فكرت تاني ورجعت في كلامي. بس كنت زعلان من حاجه معينه؟ كنت متضايق من القعده في البيت. ليه؟ انا كنت متعاقب لمده طويله وكنت بفكر، مش عارف، كنت بفكر كده بعدين رجعت في كلامي. بس انا فكرت قبل كده اهرب. اوكي. طب ولما فكرت ليه رجعت في كلامك؟ لقيت انك لو هربت ده حل؟ لا مش كانش هيبقى حل. بالظبط. ما فكرتش تهرب من البيت؟ انا فكرت. كنت برضو؟ عايز ايوه، بس مش عشان متضايق ولا حاجه. امال عشان ايه؟ كنت عايز اجرب اهرب واجرب اعمل حياه. اللي هو اجرب اهرب واشتغل وكده واشوف لو هبقى ناجح ولا لا. طب ما انت ممكن تشتغل وانت في البيت، لازم تهرب؟ ايوه بس انا كده هبقى اللي هو ايه، هبقى نجحت. بس يعني بابايا اللي ساعدني. كنت عايز اشوف لو اني كده كنت صفر في الشارع بس معايا. عبد الوهاب، هو انت ايه طموحاتك في الحياه؟ ايه اهدافك؟ هو انا كهبل انا بلعب بوكسنج، فانا عايز ابقى بوكسنج تشامبيون. اوكي تمام. بس الحاجه دي مستحيل تحصل عشان انا هشتغل. يعني بابايا بيزنس مان، فانا هاخد الكومبانيز بتاعته وكده. انت عايز ده؟ انا اكيد عايز. انت عايز تشتغل في شغل باباك ايا كان ايه هو؟ اكيد عايز. انت عايز يبقى عايز تبقى غني؟ انا طبعا. يعني انت بتفكر في شغلانه اللي تجيب لك فلوس بس؟ ايوه. عايز تبقى ايه يا كريم؟ انا ان شاء الله عايز تطلع ايه؟ انا ان شاء الله عايز مهندس. اوكي. انت في جريد ايه؟ 11 يير مش جريد. اي جي. اوكي. يعني فاضل لك سنه واحده صح؟ ومتارجت هندسه؟ متارجت هندسه ان شاء الله. عايزه ادخل شويه على الصحاب. استفدت ايه من صحابك اللي انت طول النهار والليل معاهم؟ استفدت حاجات كتير. ايه هي بقى؟ اديني حاجتين بس من اللي استفدتهم. احنا بنعلم بعض. بتعلموا بعض ايه؟ الشتايم؟ لا بنعلم بعض حاجات كتير. يعني انا مثلا بفهم في العربيات. واحد صاحبي عربيته عطلت، فانا صلحتها له وعلمته يصلحها ازاي. اوكي. انت تقصد تقول ان انتوا بتستفيدوا من بعض؟ احنا بنعلم بعض، وانا بعلمهم. هم اغبياء. كلهم اغبياء؟ كلهم اغبياء. وانت بس اللي بتعلمهم؟ انا بعلمهم. انت الفلحوص الوحيد اللي فيهم؟ لا، وكيمو بيذاكر فبيذاكر لنا. وانت يا كريم استفدت ايه؟ انت استفدت ايه من عبد الوهاب؟ تقدر تقول لي كده؟ هو متخلف يعني. هو بيرضى اصلا مش طبيعي. بيفتي؟ ايه بيفتي؟ طبعا. حسيت. ايه ده ليه؟ هو اللي ليه؟ ده انا معلمك. فاكر لما جربت عربيتك باص؟ بتفهم ايه انت غير العربيات؟ بفهم بالساوند سيستم وكده. ساوند سيستم. اوكي. قول. بنعلم بعض لايف ليسنز عن التراست مع الناس وكده. ده كان الهدف من سؤالي. انا عايزه اعرف بتعلموا بعض حاجات وحشه ولا حاجات حلوه؟ بتتعلموا من بعض الاكتر ايه؟ اوحش ولا احلى؟ لا احلى. احلى؟ انت متاكد؟ متاكد، عشان يعني لما بتتعلم حاجه مش تعملها تاني دي حاجه حلوه. اوكي. قول لي في حاجات كتير قوي بتحصل. حلو. ايه الصفه اللي بتختار بيها صاحبك اللي لازم تكون موجوده في صاحبك؟ ان هو يكون تراست. عبد الوهاب؟ برضه يبقى راجل جدع. يبقى جدع. ايه اكتر صفه تكرهها تكون في صاحبك؟ مرشد. اوكي. بيفتن يعني؟ يبقى شايف نفسه. شايف نفسه. مغرور. ايوه. انت مغرور؟ انا؟ انت مغرور يا كريم؟ بتحب نفسك؟ تحب ايه في نفسك؟ معرفش. تحب في نفسك؟ تحب ايه في نفسك؟ بحس نفسي اذكى من الناس. اذكى من الناس؟ بس مش اللي هو اذكى من الناس في لا، انا داخل في اجابه. مش اذكى من الناس في المدرسه وكده. اذكى من الناس بالحياه عموما. في الحياه؟ في الشغل، في الحاجات دي كلها. طيب لو قلت لك اختار صفه دلوقتي حالا فيك عايز تغيرها، عاده عايز تتخلص منها، عاده وحشه. زي ما قلت انا بسامح بسرعه.
مش بحب الناس فعايز تبقى مش متسامح؟ مش متسامح بسرعه. تمام. وانت عايز تغير ايه يا عبد الوهاب؟ اني هزاري تقيل قوي. بمعنى؟ اللي هو هزاري تقيل قوي بجد، يعني اللي هو لو حد ما اعرفوش انا نفسي ترد عليا مره واحده اجابه ستريت فورورد. انا قلتها هزاري اللي هو ايه هزاري تقيل قوي، اللي هو بتعمل ايه؟ بيهزر لو حد لسه عارفه بقى ليه 10 دقايق خلاص اكنه عارفه من زمان قوي، عادي ممكن اضربه على وشه. بتاخد على الناس بسرعه. أيوه. فبالتالي بتهزر معاهم هزار تقيل من اول 5 دقايق. ده اول ما عرفته جري ورايا عشان اقسم بالله جري ورايا كان عايز. اوكي انتوا بالكم قد ايه صحاب؟ 2 سنين. ايه ده؟ بقى 2 سنين؟ ايوه يا ابني. لا تكلموني هنا بقوا تعرفوا على بعض وبعدين. اولا عندكم اصلا صحاب بنات كتير؟ اوكي. ايه اكتر حاجه بتحبها تكون في صاحبتك البنت؟ لا انا ما اعرفش. انت كسفت كده ليه؟ مش فارقه. مش فارقه بالنسبه لي. تبقى محترمه. لو مش محترمه كده تبقى عارفه قيمه نفسها. وانت مالك؟ ايوه هي عارفه قيمه نفسها مش عارفه قيمه نفسها. انت مالك؟ انا بسالك عنك انت. لا مش كده قيمه نفسها، قصدي اللي هو تبقى البنت سمعتها اهم حاجه. يعني الكلمه دي انا سمعتها كتير قوي الفتره دي، فانا عايزه اعرف ليه البنت لازم تحافظ على سمعتها وليه الولد عادي من وجهه نظركم؟ انا ما اعرفش السبب الصراحه. بس البنات المفروض ان هم يكونوا محترمين اكتر من الولاد. المفروض مين اللي فرض ومين اللي قال ان اشمعنى ليه البنت هي تحافظ على سمعتها والولد لا؟ المفروض هي كده، المفروض البنات محترمين اكتر من الولاد. يعني انت بتعترف ان البنات محترمين اكتر من الولاد؟ المفروض. بس الجيل ده العكس بقى. وانت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا رايي جو تو ذا بوينت. ايوه انا رايي انه زي ما الراجل لازم يبقى معاه فلوس عشان البنت بتبص على مستقبله، لازم هو يبص على الماضي بتاعها. ماضي ايه يا حبيبي اللي هتبص عليه؟ ماضي ايه؟ انتوا كلكم على بعض كام سنه اصلا؟ انت كام سنه انت عندك؟ انا ايوه 16 يعني يوم صحابك اكبرهم 16 سنه. ماضي ايه اللي البنت هتبص عليه 16 سنه؟ ايوه مش قصدي كده، قصدي عموما انا لما اجي اتجوز واحده لازم تبقى سمعتها كويسه. بتصرف فلوسك في ايه؟ اكل وهدوم كده. اكل وهدوم. بتصرف فلوسك في ايه؟ سوبر ماركت. اكل يعني برضو؟ المصروف اللي بتاخدوه في الشهر بيكفيكوا؟ انا ما باخدش مصروف بالشهر. بتاخد ايه؟ وانا نازل كده باخد بالحب. اوكي. كل خروجه يعني. ايوه حاجه. تحب يبقى عندك مصروف بالشهر وانت تتحكم فيه من اول الشهر لاخر شهر، ولا انت بالحب كده مقضيها وتمام؟ لا بالحب احلى. بالحب احلى، بتاخد اكتر صح؟ المظاهر بتهمك؟ يعني ايه مظاهر؟ يعني لازم يبقى كل صحابك على نفس المستوى الاجتماعي اللي انت فيه؟ لا عادي. بمعنى عندك صحاب من اماكن مختلفه؟ منين؟ عندي من بره البلد وجوه البلد بس مش قريبين يعني عادي. وانا بحب اكتر بقى ناس صحابي اللي هم معهم يعني اهلهم يبقوا حاجه اكتر، بس انا يعني انا مش لا لحظه انا مش فاهم السؤال. والله معلش انا فاهمهولك تاني قبل ما اسمع الحلاوه اللي انت هتقولها دي. لازم صحابك يبقوا من نفس المستوى الاجتماعي ولا يعني لازم صاحبك يبقى عنده عربيه كذا، ساكن في كذا، من نفس المستوى الاجتماعي اللي انت فيه؟ ولا ممكن صاحب مثلا واحد من حته بعيده، ساكن بعيد، ما عندوش عربيه، ما عندوش كده، ما عندوش يعني؟ لا انا بالنسبه لي لو حد كده بيبقى عينه مش مليانه. اوكي. يا نهار اسود. ماشي عينه مش مليانه، انت دي وجهه نظرك، خلاص انت حر. اوكي ماشي. طيب لو قلت لك كريم انصح واحد اصغر منكو، الجيل اللي هو قبلك ب5 سنين، انت عندك 17 16، لو واحد عنده 12 سنه او 11 سنه تنصحه بايه؟ ما تشتمش. ايه كمان؟ ركز في مذاكرتك. عبد الوهاب؟ ركز في صحتك، العب رياضه كده. الصحه والرياضه. طب انتوا معايا ان الجيل اللي طالع دلوقتي اللي هو 11 12 13 متطور عن ما انتوا كنتوا في 11 12 13؟ هيبقى اوحش مننا. اوحش؟ ليه بقى؟ معظم الجيل مش مركز في دراسته مثلا. اوكي. قاعد على التليفون اكتر، مركز ان هو ينزل مثلا، مش بيعمل كويس، مش بيعمل حاجه حلوه لنفسه، بيحب فن بس. عبد الوهاب ده رايك برضو؟ انا عندي اخت اصغر مني بحبه، فلا هي عادي يعني. هتبقى عادي زيي يعني، مش هتفرق قوي عننا. ممكن يبقى مش حكم عليها صح لانها بنت. لا انا بتكلم على الولاد. مش فرق السن قوي يعني.
ماشي خلاص دي وجهه نظرك. 4 سنين. ايوه ماشي اوكي، بس انت اللي هي التصرفات اللي هي بتعملها او فكرها دلوقتي هو كان نفس فكرك انت من 4 سنين؟ لا. طيب ما هو ده اللي انا بقوله، انت قاعد مش مركز معايا اساسا. هي اكبر بكتير، يعني تحسيها اكبر من سني. بس كده هو ده اللي انا بقوله، ده نتيجته ايه؟ ايه هو؟ هتموتوني هتموتوني. نتيجه ايه؟ ان الاصغر منكم عندهم عندهم نفس اللي انتوا بتمروا بيه دلوقتي، يعني انتوا مش حاسين ان في جاب، انت شايف ان هم متسرعين في كل حاجه وعندهم كل حاجه، فده كويس ولا مش ولا وحش؟ ونتيجته احنا بايظين دلوقتي. اوكي. فالجيل الاصغر مننا لو عندنا اخوات مثلا اصغر مننا بالسن اللي حضرتك قلت عليه ده، هيشوفونا واحنا بايظين هيبوظوا زينا. متصالح مع نفسك قوي. ممكن زياده كمان. متصالح مع نفسك يعني انا عندي اخ صغير بيقعد على التليفون طول اليوم. انا كنت هسالك انت بتقعد على التليفون قد ايه؟ في البيت مش كتير. في البيت مش كتير؟ يعني 4 ساعات. 4 ساعات في اليوم؟ انت بتكذب على فكره. لا مش بكذب والله. والله العظيم والله العظيم مش بكذب. بتقعد قد ايه على التليفون؟ لا برضه مش كتير. 4 ساعات؟ حاجه شبه كده، 3 ساعات 4 ساعات. وبتقضوا بقيه الوقت فين؟ بنزل في البيت. ممكن اكون مع عيلتي مثلا. وبره بنسى التليفون. وبره بتنسى التليفون. اوكي. بتنزل مع اصحابك كام ساعه في اليوم؟ 4 ل 5 ساعات. اوكي. وانت بتخرج كام ساعه في اليوم؟ انا طول اليوم. طول اليوم. طول اليوم في الشارع. بتعملوا ايه؟ لما يخلص هو بيعمل ايه؟ انا مش بعمل. اوكي. بتعمل ايه في الشارع طول اليوم؟ انا في الشارع بقى مع صحابي. لو قلت لك جمله هقول لك جمله من كلمه انا هبداها وانت كمل لي الجمله دي، تمام؟ انا نقط محتاج نقط. انا كريم محتاج اكل. هو ده اللي جه في دماغك؟ اوكي. عبد الوهاب؟ انا مديون محتاج فلوس. انا مديون محتاج فلوس؟ الشهرة ولا الفلوس؟ شهرة تجيب لي فلوس. الشهرة ولا الفلوس؟ الفلوس تجيب لي شهرة. ايه؟ شفتوا صحاب وانتوا الاثنين ارائكم عكس بعض اصلا خالص. ايوه نجيب سويرس مع طيب اخر حاجة عن البنات برضو. عايز اعرف ليه الولاد اللي في سنكم بتتشد للباد جيرل؟ المواصفات اوف باد جيرل يعني اللي بتخرج كتير، اللي ما عندهاش مشكله انها تتاخر، اللي بتشتم زيكم. لا انا عن نفسي لو البنت بتشتم كده لا ببقى اللي هو معتبرها صاحبي، اللي هو ايه ده ليه. اوكي. اوكي دي وجهه نظرك. كريم؟ انا مش فاهم. ممكن اكون انا غلط، صلحولي يعني. لو لو الولاد ما بتنجذبش للبنت. انا عن نفسي انا اصلا مش في السكه دي كتير. اوكي. انت مصاحب يا كريم؟ انا بنزل. لا مصاحب يا عبد الوهاب؟ لا. اوكي. انا بنزل عشان استمتع. انا بنزل اصلا عشان استمتع. اوكي. انا بنزل عايز افك من البيت. اخر حاجه عشان اقفل الفقره دي، عايز اسمع منكم حاجه. انت عايز ايه من الدنيا؟ عايز اكون ناجح. اوكي. عايز اجيب جي واجن لامي. عايز تجيب ايه؟ جي واجن لامي. منين؟ تجيب ايه؟ جي واجن، جي كلاس، مرسيدس. جي كلاس. اوكي. اوكي. عايز تجيب لمامتك عربيه؟ ايوه جي كلاس هي. اوكي. هجيبها لك ايه. اسالك الاول عن حاجه عندك في البيت يا كريم. ايه اكتر حاجه بتحبها في البيت بتاعكم؟ لما بنتلم. ايه اكتر حاجه بتحبها في بيتكم؟ بحب اخواتي. اكتر حاجه بتكرهها في البيت؟ اكتر حاجه بكرهها ابويا وهو بيشتغل. باباك وهو بيشتغل؟ ليه؟ عشان ما بيكونش معاكم؟ انه بابايا لما بيبقى بيشتغل فهو بيبص على البيت كله، فانا اخواتي بنات ومامتي يعني فمش هيهزق واحده منهم، فهو بيفضي كل بيهزقك انت. ايوه بالظبط كده. انت قريب لمين اكتر في البيت، بابا ولا ماما؟ ماما. بتحكي معاها كل حاجه هي؟ انا الاثنين بتحكي مع الاثنين؟ بس مين فيهم رد فعله بيكون مناسب ليك؟ هو حسب الحاجه يعني. انا بقول لبابايا حاجات بيرسونال، نفس الحاجات التانية بقولها لامي. حاجات دي ما بتنفعش اقولها لبابايا والبابا. يعني في حاجات مخصصه بتحكيها لباباك وحاجات مخصصه بتحكيها لمامتك. وانت يا كريم؟ انا بحكي كل حاجه لبابايا ولمامتي الاثنين. اوكي. بس الاثنين اوبن مايندد. اوكي. لكن رد فعل مين فيهم اللي بيبقى مناسب معاك؟ يعني اللي بيبقى مناسب معاك اللي يفيدني اكتر؟ مش اللي يفيدك، اكيد الاثنين هيفيدوك، بس اقصد اللي بيريحك اكتر. بابايا. كريم قول لي، تعرف اهلك على صحابك؟ يعني تعرف اهل صحابك على اهلك ولا ما بتحبش كده؟ لا طبعا احب كده. تحب كده؟ عبد الوهاب؟ لا ما بحبش كده. ما تحبش كده ليه بقى؟ عشان لو انا عملت مصيبه واهل صحابي عرفوا ما يقولوش لاهلي. عايزك تقول لي لو انا سالتك دلوقتي ايه الاحساس اللي ناقصك وتطلب
من اهلك في الفتره اللي جايه دي ان هم يعوضوك الاحساس ده؟ لا ما اثروش معايا في حاجه الصراحه. عبد الوهاب؟ لا انا كويس. ولا حاجه؟ لا ولا حاجه. اوكي، لو ماما وبابا قالوا لك عندنا مشوار مهم وعايزينك وانت متفق مع اصحابك تخرج معاهم، هتقول لهم لا انا هخرج مع اصحابي، ولا هتعتذر لاصحابك اللي بتشوفهم كل يوم وتخرج مع بابا طبعا وماما؟ هخرج مع مامتي وبابا. حقيقه والله حقيقه. هتخرج مع مامتك وباباك؟ بنزل معاهم كتير قوي. وانت يا كريم؟ انا امم انا هتخرج مع اصحابك ولا هتعتذر لاصحابك ولا هتعتذر لماما وبابا؟ الصراحه هروح مع اصحابي. هتروح مع اصحابك. بتنبسط اكتر في القعده مع اصحابك عن الخروج مع انا اهلك؟ ببسط مع القعده مع اصحابي اكتر عشان هم فاهميني اكتر. فاهمينك اكتر من ماما وبابا؟ ايوه عشان سن. اوكي، بس هو مش معنى ان بابا وماما مش سنك انهم مش فاهمينك. مش يعني كده. انا لو جيت قلت لك صحابك بيحبوك اكتر ولا بابا وماما؟ انا هتقولي بستمتع اكتر مع اصحابي. اوكي، بتحب صحابك اكتر ولا بابا وماما؟ اكيد بابا وماما. اوكي، صحابك ولا بابا وماما؟ امي وابويا. بابا وماما. ايوه. بتزعق لماما في البيت؟ اكيد لا. بتزعق لماما في البيت؟ لا طبعا. اوكي، ايه الكلمه اللي ماما بتقولها وهي متنرفزه بتزعلك لما تبقى بتزعق لك؟ يا فاشل. يا فاشل؟ لا امي عمرها ما بتزعقني. عمرها ما زعقت لك؟ لا بتزعق لي طبعا. ايه الكلمه اللي بتقولها عمرها- بتضايقك في الزعق؟ عمرها ما قالت الكلمه ضايقتني. اوكي حتى لو قالت الكلمه تضايقني هبقى عارف عشان ابقى احسن. ماشي، يا اما بس انت- يا اما انت ايه؟ ما عندكش ايوه دم. ما ماشي. قالتليش والله ولا اي حاجه. يا اما هو ما عندوش دم وما بيضايقش. أقسم لا بالله. لا لا ماشي، يعني مفيش كلمه فاكرها في خناقه ضايقتك؟ اكيد قالت لك يا لا، زفت. عمر- اكيد قالت لك. عمرها ما قالت لي اي حاجه. بابا وماما لو دخلوا عليك ولقوك بتشرب فيب هيعملوا فيك ايه؟ هي بصي، ماما متسامحه شويه، ممكن تعرفني غلطي. ابويا متسامح، هيعمل لي سور سوبليكس. وانت يا كريم؟ انا عن نفسي مم. انا ابويا بيقول لي صحتك اول حاجه. هو ما بيتعصبش على الحاجات دي. صحتك اول حاجه. انا عن نفسي ما بعملش الحاجات دي اصلا. بس هو عايز احسن نيه. هو مش هيعمل لي اي حاجه. هو لو شافها مثلا، لو انا معايا فيب وشافها مني هياخدها مني. اوكي. لو شافها بعينيه. بابا وماما يعملوا فيكوا ايه لو عرفوا ان انتوا سرقتوا مفتاح العربيه وخدتوها من وراهم؟ ماما هتضحك قوي يا بابا هيقول لي انت كان زمانك قلت لي وخدتها. حسب عربيه مين؟ اوكي، عربيه بابا. عربيه بابا؟ اه. يا لهوي. ايه هيعمل فيك مش ايه؟ هتشوفوني تاني. عربيه ماما؟ لا هي ممكن تقول لي عادي، مش لازم اسرقها دي. ماما بتفتش في تليفونك ولا لا؟ لا طبعا. لو فتشت في تليفونك هتقول لها ايه؟ انا مش هتفتش بالتليفون. لو فتشت هتقول لها ايه؟ هقول لها خلي بابا يفتش بس انتي لا. ليه؟ عشان انا ولد. انت مخبي ايه؟ مش مخبي حاجه، بس انا ولد ابويا يفتش تليفوني. زي ما ينفعش مثلا ابويا يفتش ايه تليفون موضوع اخواتي. الولاد والبنات؟ انت أيوة، عنصري أيوة. قوي على فكره. ولا ما ترد على انا السؤال. مش عنصري، بس ابويا مثلا ما ينفعش يفتش تليفون اخواتي عشان دول بنات. اوكي، عبد الوهاب لو اكتشفت ان بابا بيفتش تليفونك هو مش عارف الباسورد. هتقول له ايه؟ يا الله. هقول له مش عارف بصراحه، هقعد اضحك. هو مش هيلاقي حاجه. عندك حاجه مخبيها على تليفونك مش عايز بابا يشوفها؟ لا بمسح كل حاجه. ها؟ ايه؟ لا انا مش مخبي حاجه. اوكي، عندك مشكله ان هم يفتشوا تليفونك؟ لا ما عنديش طبعا. طيب بس هم مش بيفتشوا عشان انا كبير يعني. اخر سؤال، لو اكتشفتوا ان بابا وماما عاملين لكم تراكنج على الموبايل هتعملوا ايه؟ هتسخسخ ضحك بصراحه. لا هتبقى بالنسبه لي تبقى حاجه وحشه. بس هتخانق معاهم. ممكن يعملوا ليميت للتايم بتاع السوشيال ميديا وكده والحاجات دي. لا، تراكنج هم بيشوفوا انتوا فين بتروحوا فين وبتيجوا لايف 360 بقى والجو ده. هتخانق معاهم. مش عشان- عايزهم لا، يعملوا لك أنا تراكنج. كده على كده. حوار حاجه، على حوار ان هو انتوا مش بتثقوا فيا من الاول. انا ما ينفعش اروح حته او اعمل حاجه من غير ما اقول لهم. فانا ما عنديش مانع. ما عندكش مانع انهم ما عنديش يعملوا لك مانع. تراكنج؟ ممكن يبقى يعني لو انا تايه في اي حته ممكن يلاقوني عادي. هتضايق قوي بجد والله. هتتضايق؟ أوي. ما تحبش حاجه زي كده؟ ايوه ايه، قولوا لي عادي. انت بس بتعمل ايه غلط يعني؟ هم يقولوا لي ان هم هيعملوا تراكنج بس مش من غير ما اعرف كده فجاه الاقيهم ان هم عارفين انا فين. لا دي صح. دي صح. ما هو ده كان سؤالي، لو اكتشفت فجاه ان هم عاملين لك تراكنج. لا هتضايق، لو إيه ده السؤال مش هبقى مبسوط الصراحه. بس لو انا عارف وقالوا لي السبب وكده ماشي. يلا نلعب بقى. يلا. كفايه جد شويه. هقول كلمه ماشي وانتوا تقولوا لي عكسها ايه. تمام؟ ماشي. اوكي يلا. كلمه قبيح. عبد الوهاب. ها، كلمه قبيح. جميل. صح. عكس كلمه شغف. ايه شغف ده؟ فشل. ايه شغف ده؟ فشل. وانت مش عارف ايه شغف اصلا؟ لا يعني روح سيرش عليها بقى. جول. حاجه اللي بتخليك. مش ده هدف؟ ايوه لا.
شغفك في المذاكره عشان تبقى ناجح مثلا. سمعتها فين دي يا عبد الوهاب؟ انا جامبل. جامبل؟ مصدقه. عكس كلمه قرين. ما اعرفش والله ما اعرف ايه قرين دي اصلا. طب ينفع نعرف ايه قرين؟ عشان كده مش هنعرف عكسها. انت جاي تعرف عندي يعني؟ ما المفروض تبقى جاي عارف. انت مش عارف ان انت جاي وهتتسال الاسئله؟ انا هفكر يعني وانا في انت السرير. حفظت الاسئله الاولانيه بس. ايه؟ ما حفظتش الاسئله الجديده. ايوه التلفزيون. طيب نقول لك مين عامل التكييف؟ مش عايزه اعرف دلوقتي انا مين ويليام عمل كاريس. التكييف. عكس كلمه زينه. زينه. ايه؟ نور. مش دي المناديل؟ اسكت. الضلمه. كلمة زينة كاسم؟ لا مش كاسم. زينه. زينة؟ حسنة. لا لا زينه. عكس كلمه زينه. تجميل. ايه؟ تجميل. تجميل؟ تقبيح. مش زينه. زينة ده اسم. ها قربت تجيبها. ها زينه عكسها ايه؟ والله العظيم لو شغلت مخك دقيقه هتجيبها. ايه الزينة دي؟ قول لي طيب. زينه يا ابني بتاعت رمضان. يا نهار اسود. يا نهار اسود. زينه دي اللي بس يا حبيبي حطها في بس. رمضان. عكس كلمه خذلان. هو ايه ده؟ لن يخذلني. لن يخذلني. والله انت اللي طب خذلتني. ممكن نعرف ايه الخذلان ده؟ ايه مش عارف يعني ايه خذلان؟ لا. بجد؟ عمرك ما سمعت الكلمه دي؟ ايه انت خذلان؟ خذلتني يا ابني. لو أهو. انت طب ما انت عارف، ما تقول حاجة يعني. طب عكسها ايه بقى؟ لن عكس يخذلني. الخذلان ايه؟ يعني قول لي طيب، قول لي انت. استنى افتكر معناها ايه؟ غزلان يا ابني اللي هو لا يا بابا مش غزلان. خذلان. خذلان. ايوه معناها خذلان ده. بص، عارف لما واحد صاحبك ها؟ يبيعك كده زيك عبد الوهاب. عبد الوهاب. انا غلطان اللي بقول لك. انا غلطان اللي بقول لك. طيب عكس كلمة زهيد. زهيد. انا وقح. مش زهيد ده اللي هو بيبقى راجل مظبوط؟ مش مظبوط؟ ايه؟ اللي هو الحكم ده زهيد. لا والله انا عارف كده. لا. طيب عكس كلمة عشاق. عشاق يكرهون بعض. يكرهون بعض. عشاق. انت ايه؟ كرهان. بالنسبة للامتحان اللي بعد بكرة ايه؟ كرهان. العشاق كرهان؟ ايوه اللي هم بيحبوا بعض بيكرهوا بعض. كرهان، هي كرهان فعلا. صح؟ كارهين. كارهين هصلحها لك عشان كارهين. ماشي مفيش خلاص. حاجة اسمها كرهان ماشي اصلا. قربت. اوكي. قارب ما تحت الخط. طيب عكس كلمة طموح. فشل. لا. استنى. لا يوجد عندي طموح، ما اعرفش. لا استنى، انا عارفها. انتوا ليه بتكلموني زي ما تكونوا طالعين من فيلم كرتون؟ ده كل اللي ده؟ حفظته من جامبل والله وسبونج بوب. يا ابني جامبل ايه وسبونج بوب ايه والكون فليكس بتاعك ده؟ اصبر. انا فاكرها. طموح. واحد طموح. انا عارف. عكسها ايه بقى؟ واحد خذول. واحد ايه؟ خذول. غلط. خذول. 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 يا ابني انت بتقول ايه؟ طموح انا مش فاهمه انتوا بتقولوا ايه. ولا انا بصراحه. لا انا مش فاكر الكلمه والله العظيم انا عارفها. طيب اوكي عكس كلمه صرصار. صرصار. حشره. صرصار. حشره. لا مش صرصار. صرصار. لا يتحدث. يا ابني ما كتوم. ماشي. هي صرصار يعني ايه؟ تعرف صرصار يعني ايه؟ بيرغي كتير. هقول لكم كلمه واحده بس، قولوا لي ايه معناها. اوكي. الاوقص يعني ايه؟ الايه؟ الاكرم؟ لا مش الاكرم، الاوقص. ايه ده؟ ده ايه؟ ها؟ الايه؟ الاوقص يعني اكتر واحد جامد في العالم. لا انت بتألف؟ حسيت. عندك اي فكره يا معناها كريم؟ ولا معناها. انا افتكرت عكسها. طب معناها؟ لا معناها يعني أيوة. اضعف واحد بقى. لا الراجل الاوقص مركز. لا الايمو حلو. غلط. عارف ولا هتفضل تفتي؟ استنى، الاوقص مستحيل اعرفها دي. مركز حاجه كده. لا بتألفوا انتوا الاثنين. خلاص ما عرفتوش. اوكي طيب هناخد. لا مش هقول لك طبعا معناها ايه. انت عارف ان انا بقول. لا طيب روح انت شوف، اعمل انت سيرش وشوف. وانا ليه كده عايز طيب اعرف؟ عارف ليه؟ ليه كذا عايز اعرف ايه اوقص ده؟ اوكي ما انا بقول لك عشان انت تاخد المعلومه وتروح انت تعمل سيرش وتشوف. ماشي. انا مش هقول لك عشان غيرك. اوكي ماشي. طيب تعرفوا حاجه عن الامثال الشعبيه؟ لا انا اعرف الامثال الشعبيه بس مش حافظ حاجه. عارفها كويس؟ عارفها بس مش حافظها. مش حافظها؟ مش حافظ اي حاجه. طيب اوكي قول لي. هقول لك انا هقول مثل وانتوا كملوه لي.
ماشي. تمام. اللي يقول لمراته يا هانم تستقبلها الناس على حوارم. الايه؟ انت قلت ايه؟ حوارم. حوارم يعني ايه؟ حريم. حوارم كتير بقى. حريم، جمع حريم حوارم. لا يعني حريم اصلا جمع. صح. عارف اي حاجه عن المثل ده؟ ينفع تاني المثل؟ ينفع تاني. اللي يقول لمراته يا هانم تستقبلها الناس على الشوارع. الغوانم. ايه اللي انتوا بتعملوه ده اصلا؟ لا لا بس انا عاجبني ان انتوا بتحاولوا، يعني ما عنديش مشكله، اللي ما تعرفوش حاولوا فيه. ماشي. تمام. ناخد المثل التاني. يا واخده القرد على ماله بكره يروح المال ويفضل القرد في حاله. صح. برافو. صح برافو. طيب المثل الثالث. الفلوس تخلي العجوز نفوذ. يعوز. يعوز ايه؟ يتجوز. ما اعرفش. يعوز يعيش. انا موافقه ان انتوا تالفوا بس مش للدرجات دي. تاني. الفلوس تخلي العجوز صغير. قربت والله. شاب. حاجه على وزن نفس الوزن بقى. الفلوس تخلي العجوز حاجه على نفس وزن العجوز. محفوظ. ما اعرفش. لا دي صعبه دي قوي. طيب اوكي ناخد اللي بعده. اللي ما تتجوزهاش بخدود تتجوزها بحدود. يعني ايه؟ هتنامي في اوضه وانت في اوضه. لا. تاني. اللي ما تتجوزش بخدودها تتجوز بفلوسها. انت بتقول ايه؟ لا بس انتوا عاجبيني ان انتوا ماشيين على نفس القافيه يعني. ايوه. ها. ايه؟ بحروفها. لا اوكي. مش فاهم. قصقصي ريش طيرك قبل. ايه؟ قصقصي ريش طيرك قبل ما حد تاني ياخده. ما حد غيرك ياخده. غيرك حد ياخده. قربت؟ نفس المعنى بس بطريقه تانية. واحده. انت بتوتر كده ليه؟ جو. طيب. ان كان لك صاحب لا تعامله ولا ايه؟ ان كان لك صاحب لا تعامله ولا يغدر بيك. تعاملوا ولا تكافئوا ولا تكلموا. طيب احنا اللي دهنا الهوا سوا. طب اخطب لبنتك ولا ما تخطبش لابنك. صح. ايه ده؟ انت مألفها. انا عارف. طيب اوكي. صاحبك ان خانك اعتبره خالك. اعتبره خالك. صاحبك لو خانك اعتبره خالك. اعتبره مالك. صاحبك اعتبره عدوك. ايه؟ لا. اخصامك. لا. ما يعيبش الراجل الا حريم. لا. انا قلت ايه؟ استنى ايه؟ عيب. صح؟ ماله؟ صح. ايه ده؟ ما يعيبش الراجل الا جيبه. طيب هقول لكم جمل وقولوا لي دي اتقالت في فيلم ايه. اوكي. شربتي بانجو ولا لسه يا سعديه؟ لسه عاديه. محمد رمضان حاجه كده صح؟ لا. سور الصين العظيم. سور الصين العظيم؟ طب هو الفيلم ما اسموش كده اصلا. لا. استنى. طيب جمله تانية. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ايه ده؟ انا ما بتفرجش على انت فيلم ليه عربي. محسسني ان انت ما بتفرجش على فيلم لا عربي. مش ده بتاع مش ده اللي قالها بتاع اللي هو عامل اعلان مولتو ده. هو انت بتهددها يا ابني؟ ايه اللي عمل اعلان مولتو ده؟ اللي هو الممثل الصغير. هو ممثل كبير بس هو شكله صغير. يا نهار اسود. لا ما نجيب اعرفش. ما بتفرجش على فيلم عربي. نجيب ساويرس. يا نهار لا اسود. اسمه ايه اللي عمل اعلان مولتو. نجيب محفوظ. لا يا ابني مش نجيب اصلا. استنى. محمد كان نجيب عدنان. حاجه يا اسطى. حاجه كده معرفش. ماجد الكدواني قصدك؟ لا واحد يا كده لهوي. خلاص. طيب جمله تانية. هو كله ضرب مفيش شتيمه. عارفه ده. عارفه. تامر ها حسني. حاجه وابوس لا، ايدك. انا عارفه والله. ها اللي هو كان ابن محمد رمضان اللي مثله. ابن محمد رمضان مين؟ ابن عادل امام. طب غلط. انا عارف اللي هو كله طيب كله طب ماشي. كلمه امك صاحبتي. ايه؟ امك صاحبتي. انا عارف كان فيلم عن حرب. حاجه حرب. ها انا عارف. صح. ها بس مش ايه بقى؟ فاكره. مين طب فيلم ايه؟ ما انا مش فاكر الفيلم بس انا عارف. طب كان مين حاجة في حرب. الممثل؟ تامر حسني. واحد كان تامر حسني؟ لا يا ابني واحد كان مسلوع وعنده شكسوكه. لا
كبير في السن ولا صغير؟ كبير. هو كبير في السن وكان مسجون. تمام. وكل ما حد يجي يكلمه كان يقول له امك صاحبتي. صح صح يعني ايه اسم الفيلم بقى؟ طب ما انت عارف كل ده. ايه اسم الفيلم؟ حرب كرموز. يا ابني ايه الاسامي دي؟ نتفرج عليه بعدين يا عم. طب حاجه حديثه شويه، على الله حكايتك. دي حاجه حديثه. عمرو دياب. عمرو يا دياب؟ ابني عمرو دياب ايه يا ابني انا مش انا اي عشوائيه. بخر- لا ما اعرفش بصراحه. ما تعرفش. اوكي انا هقول لكم جمله وانتوا هتقولي لي صح ولا غلط، ولو غلط هتصححوها. تمام. حبيبتي افتحي شباكك انا جيت، الاغنيه دي لعمر كمال، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. حسن لمين؟ شاكوش. حسن شاكوش. صح. طيب اغنيه مهرجان اكشن جايه تعارك، ده لفيجو الدخلاوي ولا فارس سكر. فارس سكر. برافو صح. فيلم الحريفه اللي بيمثله كزبره، بيمثل فيه كزبره، صح ولا غلط؟ صح. غلط. صح واتضربتها كده. لا صح ولا؟ هو صح. ايوه. مين كزبره؟ انت تعرف كزبره؟ أيوه. أصلاً؟ كزبره اللي بيغني. كزبره اللي بيغني. محمد صلاح من محافظه المنوفيه، صح ولا غلط؟ غلط. امال هو منين؟ معرفش. مصر. لا لا. نهار اسود. طنطا. محمد صلاح. محمد صلاح. طب ما هو مصري. شبرا. ايوه يا بابا، شبرا. هو مصري من محافظه ايه؟ طب انا ايش عرفني يعني؟ شبرا. محمد صلاح من شبرا. جيزه. اسماعيليه. بس بورسعيد. طب انتوا مش عارفين، انا سالتك هو من محافظه المنوفيه انت قلت لا. تجمع خامس. بالتجمع الخامس. هو ساكن في شارع ال90. احمد داش في مسلسل جعفر العمدة كان اسمه سيف، صح ولا غلط؟ كان اسمه سيف ولا كان اسمه ايه؟ صح. بتفتي؟ لا. بتفتي والله لا. العظيم لا، بعرف. أنا اتفرجت عليه. اتفرجت. طب كان اسمه ايه غير سيف؟ اسمه الحقيقي. لا انا ما اعرفش اسمه حقيقي، انا بتفرج على المسلسل بس. اسمه الحقيقي في المسلسل هو سيف لما اتخطف. اسمه الحقيقي في المسلسل ايه؟ مازن. عمر. اكرم. هموت. لا ياسين. لا يوسف. لا زياد بس. الاكسونز. طيب عصام عمر في فيلم في مسلسل بالطو كان اسمه ايه؟ بلطو. ايه مسلسل بالطو؟ ما اتفرجتوش على المسلسل ده؟ شامبو ايه يا حبيبي؟ اقسم بالله فيصل عنده شامبو بالطو في البيت. ده شامبو والله. لا سوري مش شامبو، جل. ده هو الفرق. جل يا ابني بيخلي شعرك صح. سبايكي. صح. خطأ. صح. طيب عصام عمر بقى في الاخر كان اسمه ايه؟ لا صح، ما صح. صح ايه؟ خطأ يا ابني، خطأ. يا ابني صح يعني. خطأ. صح ايه وخطأ ايه؟ بقول لكم عصام عمر كان اسمه ايه في المسلسل؟ في مسلسل بالطو كان اسمه هو ايه؟ مش كان صح وغلط؟ قلبت انا السؤال دلوقتي. ها اسمه ايه؟ لا ما اعرفش بصراحة. طيب انا هقول اسمه وانتوا قولوا لي اذا كان اسمه ده صح ولا غلط. ماشي. كان اسمه عاطف؟ صح. انا ما لحقتش اقول، انت نصاب قوي على فكره. طيب اخر اغنيه نزلها عصام صوصه اسمها ايه؟ استنى عارفها بتاعت هتتقطع يا ابني دي قديمه يا ابني. مش دي استنى اصلا ما بحبش عصام صوصه. طيب مش مشكله تحبه او ما تحبوش دلوقتي، انا بسالكم اخر اغنيه نزلها عصام صوصه كانت ايه؟ ما اعرفش. ما تعرفوش؟ هو فارس سكر. طيب فارس سكر ده اخويا ده. اوكي ماشي. تعرفوا تسمعوا عن حد اسمه اسماعيل ياسين؟ مش ده بتاع المستشفى؟ مستشفى ايه؟ القلب. يا نهار اسود يا نهار اسود. مش هو بتاع مستشفى القلب؟ اسماعيل ياسين بتاع مستشفى قلبي القلب. ومفتاحه. كنت اتفرج عليها والله في رمضان. حبيبي ما سمعتوش خالص عن ممثل قديم اسمه اسماعيل ياسين؟ مين اسماعيل ده؟ لا بصراحة يا جماعة محدش بيتفرج على افلام. لا طب ما يعني هو اصلا مش محتاج تتفرج انا على ما اظنش أفلام. اعرف اي حد اسمه اسماعيل، انا بس اعرف طريق الاسماعيليه اللي هنا دي. لكن ما تعرفش لا اسماعيل مين؟ ما اعرفش اسماعيل اي حد اسمه ياسين. اسماعيل. عمرك ما سمعت عن مثلا فيلم قديم ابيض واسود اسمه اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين مثلا؟ لا. اسماعيل ياسين في انت الحربيه. قربت، قالت مستشفى المجانين. ها بس انت قلت مستشفى القلب. صح. لا بلاش اسماعيل ياسين. تعرفوا مين رشدي اباظه؟ انا اعرف. ها انا اعرف واحدة اسمها اباظة وقالت لي ان هو قريبها بس هو خال ابوها حاجة كده. طب مين بقى هو رشدي اباظه؟ واحد ممثل انا اعرفه. واحد ممثل والله ممثل. دي واحده. لا واحد رشدي يا ابني، أباظة رشدي يا ابني، رشدي. رشدي.
يعني هي رشديه لا يعني كتير عليا. اسمها روجي. لوجي روجي اباظه. لا رشدي اباظه. لا اعرفه. طيب تعرفوا مين هند رستم؟ ايه هند. هند درس هند. ايه هند رستروم ايه هند رستم. اعرف هند صبري. لا هند رستم تسمع عنها؟ لا. طيب سعاد حسني؟ لا. سمعت عنها. سمعت عنها ايه؟ بتغني. مطربه. مش عارف بصراحه، عارف ان واحده مشهوره يعني. بتعمل ايه يعني؟ واحده مشهوره بتعمل ايه؟ بتغني مطربه يعني. اوكي. انتوا بتتفرجوا على تلفزيون؟ لا. خالص؟ لا بتفرج. ولا لا؟ يوتيوب. انا بتفرج التلفزيون كده. حاجات جديده ولا قديمه؟ لا انا بتفرج على كل حاجه. واضح معلوماتكم رهيبه. لا انا بتفرج. انا مش بتفرج على حاجات بالعربي. انجلش؟ ايوه. اوكي. اغنيه بلعب البخت اللي غناها مطرب المهرجانات حوده بندق؟ لا ويجز. ويجز صح. ايه ده؟ صح. البخت يا ابني. سالتها وزحلقتني حكايات كده حاجه يا ابني، كانت ترند قوي. بتسمعوا عمرو دياب؟ لا. مين ده؟ طب عمرو دياب عنده اغنيه اسمها هستنى دقيقه. لا غلط. انا عمري ما سمعت الاغنيه دي صراحه، يعني انا نفسي انا عمري ما سمعت عمرو دياب. طب هو غلط تمام. ايه ده؟ النص التاني من السؤال بقى، دي اغنيه مين؟ استنى دقيقه. لا انا ما اعرفش بقى. تامر حسني. انا بتكلم دلوقتي على عمرو دياب. اوكي. كاظم الساهر. بس بتفتي فتي رهيب. ما انا عشان ممكن يبقى عصام صاصه دي. بس لا، طيب هي سالت ايه اخر اغنيه اللعبة دي؟ عصام صاصه. عصام صاصه أيوة. اغنيه استنى يعني دقيقه. ايه استنى دقيقه على لا غلط. طيب لو حد اتريق عليك في الشارع هتقف تتريق عليه زيه وزيك ولا هتسيبه وتمشي؟ هضربه. كريم همشي وراه. مش ورا تعمل ايه؟ هو اتريق عليك فهتقف تتريق عليه زي ما هو عمل ولا هتسيبه وتمشي؟ ده ريستس بقى. ده ريستس ميموريز بقى، هو يشوف اللي هيحصل له. احنا خلصنا. انا عارف. ايه ده بجد والله؟ سلام عليا. لا استنى ما